بنسأل كتير عن family constellation أو النظام العائلي، ودايما بتقولي لنا في السيستم بتاعك، ودايما بتقولي لنا في شجرة العيلة. يعني إيه؟ عايزة تقولي إيه؟ طيب باختصار شديد جدا، علم النظام العائلي جاي يقول لنا رسالة خاصة في كلمة واحدة، اللي هي كلمة pattern أو نمط. إن في نمط في حياتي، في مشكلة، في تحدي بيتكرر كتير معايا في رحلتي. من خلال النمط ده أو الباترن ده أنا بيحصل لي مشاكل نفسية، أنا بيحصل لي مشاكل جسدية، أنا سلوكيات كتير في حياتي بعاني منها وأنا مش عارف سببها إيه. وليكن عندي سنجل مام أو سنجل ماذر، في السيستم بتاع عيلتي كتير، في عيلتنا وفي عيلة عمته وفي عيلة جدتي وفي عيلة مش عارف إيه. ده بنسميه نمط متكرر في شجرة العيلة. ناخد مثال تاني، عندي حالات كتير في العيلة بتعاني من الإدمان، عندي حالات كتير في العيلة بتعاني من الكانسر، فممكن الباترن ده كمان يبقى مرض جسدي أو مرض مناعي. إيه كمان؟ ممكن تبقى مشكلة في النجاح والفشل، مشكلة في العمل بتتكرر كتير جدا معايا، كل ما أروح شغل ما كملش فيه وأعمل كارير شيفت وأروح شغل تاني، كل ما أسافر يحصل لي مشكلة أرجع معرفش أستقر في بلد. فلما باجي أعمل خطوة جديدة بتقف على أقل حاجة، وهو ده أصل فكرة علم الفاميلي كونستليشن، إن إحنا طول الوقت ماشيين في رحلة حياتنا، ماشيين بأعباء، بأحمال، بأنماط كتيرة قوي، وعمالين بنكررها، سواء الدرجة الأولى، الدرجة التانية، أو يكاد 7 أجيال قبلينا كمان. يعني ممكن أكون أنا واخد صفة من حد، واخد نجاح معين، مش بس على فكرة إن أنا آخد نمط لازم يكون نمط سلبي، ممكن كمان آخد نمط نجاح، أبقى أونر في حاجة كبيرة، ويكون عندي جد تالت أو رابع أنا ما شفتوش هو كمان عنده نفس النمط ده. أوقات كتير آخد مرض مثلا جسدي وانا مش عارف ان هو كان عند جد برضو او جد انا ما شفتهاش. فالرسالة هنا جاية تقول لنا ان انا لازم اقص الحبل الطاقي اللي بيني وبين الشخص ده، اقص الرسالة، افهمها واستوعبها واشتغل عليها وانا متقبلاها مش وانا رافضاها. يعني انا خلاص عرفت ان انا وارثه باترن معين، زي ما بورث لون العين، لون البشره، لون الشعر. اوقات كتير جدا كمان تلاقي مثلا ابن قاعد او بنت صغيره قاعدين نفس قعده جد هو ما شافوش، بنقول ازاي؟ طب ده هو واخد قوي بالظبط مش عارف ايه من كذا وهو ما شافوش ازاي. فهو دي اصل الحدوته، انا لما باخد حاجه من حد انا شفته او ما شفتوش بتفضل مكمله معايا لاجيال بعديه كمان، فبتاثر وبورثها ل7 اجيال بعديه. طيب فانا لما بشتغل بقى على الباترن ده وابتدي ان انا افهمه كويس واعالجه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تشافي لاطفالي واولادهم وي 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 الاجيال اللي جايه كلها. ومش بس الاجيال اللي جايه كلها، ده كمان الجيل بتاعي، اخواتي اللي في شجره عيلتي الدرجه الاولى. وكمان بيحصل تاثير طبعا بالاجيال اللي فاتت، لان انا لما اقطع النمط ده عن الاجيال اللي فاتت كمان فخلاص كل اللي جاي بعد كده بقى سليم. فبيجي ناس كتير قوي يقولوا انا كان عندي قلق فتره طويله، كان عندي صدمة عصبية، كان عندي فوبيا، كان عندي كانسر، كان عندي أذى نفسي أو توتر مصاحبني طول الوقت وأنا مش عارف سببه إيه. طول الوقت حاسس بخوف ومش عارف سببه إيه، على الرغم إن مفيش حاجة حواليا تستدعي إن أخاف. طول الوقت حاسس إنه مهدد، على الرغم إن مفيش حاجة تستدعي إن أنا أعيش بالإحساس ده. فلما بنيجي نفتح فايل التهديد في سيستم العيلة ممكن نلاقي إن في جاني وفي ضحية، في حد كان مسجون، في حد كان في بلد ومعرفش يرجع بلده. ففي أسرار كتير قوي جوه العيلة بنعرفها لما بنشتغل على الشكوى اللي بتبقى عندنا، اللي هي بتبقى سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة حاولنا بالعقل الواعي إن احنا نحلها وما عرفناش، فيجي دور الفاميلي كونستليشن أو نشتغل بقى على العقل اللاواعي وندور في سيستم العيلة. بعد طبعا لما ناخد البرميشن فنعرف
هي أصل الحدوتة فين. فمخاوف وصدمات ومشاكل وتحديات كتير قوي بتقابلنا، بنقدر إن احنا جلسة في التانية في التالتة نفك التعلق الطاقي ده أو الحمل الطاقي ده اللي بعد كده بيفيد أجيال كتير بعدينا. فأول خطوة بنعملها هي بس إنك تشوف أو إنك تدرك إيه اللي حصل، وده نص العلاج ونص الحل. بعد كده في الجلسة بنشوف بقى إيه الخطوات اللي هنقدر نكمل عليها ونمشي عليها اللي تقفل معانا السيركل بتاعة النمط المتكرر اللي انت جاي بتعاني منه. ودي أصل حدوتة الفاميلي كونستليشن.